نيجي بقى نشوف بعض كده الحكايات اللي انا بحبها بصراحه، وبالنسبه لي يعني احد اهتماماتي الاربع حاجات دول. ودول على فكره المستقبل يعني. اصلا اول حاجه تقريبا جت حاليا هي الاي اي يعني الاي اي يعني تمام. في تعالى بس كده ناخد الاربع قصص دول. كل واحد فيهم بدأ في معمل صغير، او ممكن تبقى قصه بسيطه جدا لو سمعنا قصصهم يعني. بس كل واحد في الاربعه دول اثر في حياه حرفيا ملايين. وبس مش مجرد انجازات وطلعت وخلاص، لا بجد دي دروس وقصص كده مهمه لازم نعرفها. عشان كده بقول العلم مش صعب ولا بعيد، عادي كل دول بدأوا بحاجات بسيطه جدا يعني. اول حاجه طبعا هي كريسبر جين اديتنج. زمان كده هديكوا برضو بريف عنها بحيث ممكن يبقى حد مهتم بيها. زمان كان انه يحصل تعديل في الجينات، دي كانت حاجه حرفيا مستحيله، ودي كانت حاجه غاليه جدا ومعقده جدا ومش حد بيعرف يعملها. لكن لما ظهر كده فريق من العلماء اشتغلوا مع بعض فكره بسيطه، ابتكروا تقنيه الكريسبر كيس 9. اللي هو حرفيا تقدر تقطع حته من الدي ان ايه وتلزقها في مكان تاني. بيدي فيتشرز مختلفه، بيطلع بروتينات مختلفه. وطبعا ابلكيشن بقى كتيره جدا يعني. ممكن نطلع من البقره تحط فيها تزود الانسولين جين بتاعها، تخلي اللبن طالع بانسولين فالمرضى السكر. فطبعا كريسبر كاس 9 دي كانت اكتشاف رهيب. وكانت وسعرها دلوقتي رخيص نسبيا مقارنه بالطرق القديمه يعني، بس هي ستيل غاليه برضه. عرفوها ازاي؟ دي اصلا يعني ده مش اكتشاف على قد ما هو ده مش اختراع على قد ما هو اكتشاف وملاحظه. دي كانت احدى الطرق اللي بتستخدمها البكتيريا في الدفاع عن نفسها، ديفense ميكانيزم. ان هي كانت بتقطع الجين بتاع الفيروس اللي دخلها وتدخله وتنسرت في الجين بتاعها. ولو الفيروس ده اصابها تاني خلاص تبقى عندها باك اب ان هي عارفاه، زي البي سيلز بتاعتنا، الميموري سيلز، ميموري بي سيلز. هي بتعمل نفس القصه بس بجينات بقى، مش بس بروتينات. فهي دي التقنيه. هم بس اوبزرفيشنز البكتيريا دي ازاي بتعمل القصه دي، وعملوا بقى ايه، اخدوا التول دي. هي على فكره دي بايوتك تكنولوجي يعني، هم استخدموا بعض التقنيات. عملوا فيها زي ميميكري كده او محاكاه لنفس اللي بيحصل في البكتيريا. استخدمناها في ايه؟ طبعا علاج بقى امراض وراثيه زي مثلا انيميا البحر المتوسط. طبعا المحاصيل الزراعيه طبعا لازم ندخل ونحط وبتاع عشان نعمل يعني نظبط. يعني مثلا لو في محصول مر مثلا والناس مش عارفه تاكله بس هو مفيد، فخلاص نشيل الجين بتاع المراره ده. بس هو استيل خدوا بالكم في جزء ممكن يبقى ليه سايد افكت شويه، عشان كده مش كل المحاصيل بيتعمل فيها الجين اديتنج ده. طبعا السرطانات، الفيروسات زي مثلا اتش اي في. تاني حاجه بقى هي الام ار ان اي فاكسين ديفلوبمنت. يعني كوفيد اكبر مثال للموضوع ده. في شهور قليله جدا اتعملوا اللقاح اللي هو اللقاح الام ار ان اي ده، اللي هو بقى فايزر وموديرنا تقريبا حاجه كده. هو ده بجد ما فيهوش اي يعني ما فيهوش اي، هو بس بجد يا جماعه حرفيا هي كلها ملاحظه، تطبيق، تجميع داتا بس. حرفيا في خلال شهور قدروا ان هم يطلعوا الفاكسين ده، بس ده طبعا مبني على بحث كان 20 سنه ار ان دي شغال في الخلفيه ورا، بيزك ريسيرش. اخدوا بقى ال 20 سنه دول، عشان بقول لكم النولج او تجميع الداتا بيفرق، والطريقه اللي بتجمع بيها الداتا بتفرق. بس فالتقنيه دي بقى كانت بجد مهمه جدا. والام ار ان اي بكل بساطه يا جماعه ان هم بيجيبوا الفيروس بيشيلوا الار ان اي بتاعه، فالبره بيبقى فيه ريسبتورز او حاجات اما تخش الجسم بتاعك الجسم بيبايند معاها وبيعرف ان ده فيروس. فهو شالوا الام ار ان اي اللي هو مضر، اللي هو بيجيب ال المرض وبيجيب الانفكشن، وخلوا الجسم بتاع الفيروس زي ما هو بس هو مش افكتيف، وبيخش جسمك بيريكوجنايز از ا فيروس، بيعرفوا ان هو فيروس، فبيبدا يظهر عليك بعض الاعراض فبيديك مناعه. اي فاكسين بيديك مناعه لان هو بيبقى فيه جزء من الفيروس بس مش توتالي، بيشيلوا الجزء اللي هو بيموت وبيدوك بقى الحاجه اللي بتخليك يبقى جسمك عندها مناعه. فطبعا بقى فتحنا ابواب بقى اللقاحات جديده، الامراض الكتيره، الابحاث السرطان برضو. بس وبقينا عندنا يعني استعداد اي وباء يحصل خلاص عارفين الميكانيزم بيمشي ازاي، القصه بتمشي ازاي. ام ار ان ايه هنشيله، هنشيل بقى طبعا بيبقى في انتجريشن بقى بين الجين اديتنج والفاكسين، لانه اوقات مش بيشيلوا الجين كله
في انواع فاكسين معين بتشيل الجزء الدينجرس بس، او الانفكشس. تمام. تالت حاجه طبعا الاي اي في الدراج ديسكفري. يعني زمان كان بيطوروا الادويه كان بياخد 10 15 سنه عشان يعملوا دواء، لكن دلوقتي عشان الذكاء الاصطناعي ده يا جماعه بقى فيه زي اتوم وايز كده، وفي برضو ابلكيشن اسمه حاجه بينو فوليت اي اي حاجه كده يعني. دول بيستخدموا نوع معين كده من الالجوريزم، بيقروا ملايين التركيبات مع بعض، ويقول لك والله ممكن تجرب التركيبه دي مع التركيبه دي، البرودكت هيطلع كذا بناء على كذا كذا كذا. فانت بقى مش محتاج تعمل يعني تجرب بايدك وتضيع وقت. هو بيقول لك، هو بيجمع كل الخوارزميات دي وبيبدا يلينك بقى مع بعض. فده طبعا وفر وقت كتير جدا وتكاليف، واكتشف في علاج لامراض حرفيا نادره. وطبعا بقى فيه البيرسوناليزد ميديسن، انه ما بقاش الدواء عام. بس ده غالي شويه دلوقتي، بس ممكن قدام ما يبقاش غالي. انه مش كل الناس يا جماعه ينفع تاخد نفس الدواء. الاعراض الجانبيه بتختلف من مريض لمريض، وممكن مريض يموت ومريض لا يجيله نزله برد عاديه جدا. ممكن مريض جلده، يعني جلده حرفيا يجيله التهابات بالهبل، ومريض تاني لا مش حاسس، هرش بسيط بس. فالجسم بتاعنا نتيجه بقى العوامل الجينيه وعوامل لا جينيه، الجيناتيك والايبيجيناتيك، جسمنا كلنا كل واحد فينا ليه جسم مختلف بطبيعه مختلفه. فالاي اي في الدراج ديسكفري ده خلى فيه بيرسوناليزد ميديسن، بقى تخش تدي الجينات بتاعتك او السيكونس بتاع الجينات بتاعك، يقول لك والله الدواء ده ينفعك ولا لا بناء على ان الكيميكال ده هتاثر على الجين بتاعك ولا لا. فده طبعا طفره كبيره جدا جدا جدا. رابع حاجه واخر حاجه هي السستينبل انرجي سوليوشن. ازمه المناخ طبعا كلنا يعني ما شاء الله سامعين عنها ودارسينها كويس جدا في كل كلياتنا. وهي بجد بقت خطيره جدا، وخطرها اثره بان دلوقتي بعد الثوره الصناعيه، ما كانش حد واخد باله. كان الناس بقى مبهوره بقى صناعات وطيارات وعربيات ومصانع ضخمه والات. بس بعد سنين اكتشفنا انه احنا بنعاني ولسه هنعاني سنين قدام لو ما وقفناش الطريقه اللي بنتعامل بيها مع المنتجات اللي احنا بنستخدمها وطريقه استهلاكنا عامه. فطبعا يعني شركه زي تسلا، غنى عن تعريف طبعا، فيرست سولر، كل دول عملوا بقى بداوا يعملوا بطاريات بقى والواح شمسيه وتوربينات. توربينات بقى عشان تشغل الرياح عشان تجيب طاقه، يعني بكفاءه بتبقى اعلى، والسعر بتاعها بيكون اقل، وطبعا ايكو فريندلي يعني. طلع بقى محطات زي ما احنا قلنا سيارات كهربائيه، وحلول بقى للطاقه باشكال مختلفه يعني. بس حد عنده اي سؤال تاني دلوقتي، ولا حد جاله اي فكره عايز نتناقش في اي حاجه؟ عامة احنا بجد لو فكرنا في كل قصة منهم هنلاقي انه كل واحدة فيهم جمعتها 3 حاجات والله. البحث اللي ممكن يبقى بحث اكاديمي او بحث العلمي عامة، والشغف بتاع الناس اللي طلعت المنتجات العظيمة دي، والاستمرارية. انا بالنسبة لي يا جماعة الشغف ملوش اي لازمة جنب الاستمرارية. لان اوقات احنا فعلا بيبقى عندنا شغف وعندنا علم، بس بالنا مش طويل وبنزهق بسرعة. و... و... وبجد يعني الناس دي بتلاقيها بتوصل بعد سن كبير. بيوصلوا، بس يعني لازم يبقى عندهم مش من اول تجربه خلاص بيرموا الدنيا ويمشوا خلاص، وانا مش هنفع في المجال ده انا هشفت على طول. لا، الناس دي بيبقى لازم عندها استمراريه. فال3 حاجات دول هم اللي خلوا الحاجات دي تطلع. هو الشغف، البحث العلمي، والاستمراريه، هم دول اللي عملوا التغيير الحقيقي اللي احنا شايفينه دلوقتي. فبجد العلم عمره ما كان في الكتب ولا في الابحاث، ولا نشر 20 بحث يبقى انا كده جامد، ولا نشر 20 بيبر يبقى انا كده عظيم. لا، هو بجد اللي بينفذ على ارض الواقع. هو يعني وريني انت عملت ايه على ارض الواقع، وريني بايدك انت خلصت ايه او انجزت ايه يعني، حتى لو خطوات بسيطه. أه نيجي للسلايد بعدها. ازاي بقى ابدا في الجيرني؟ احنا غالبا ده بريف، احنا كنا بنقول في كل اللي فات ده ازاي نبدا في الريسيرش والانوفيشن. بس خلينا نبدأ كده مع بعض برضو بريف سريع. الموضوع بيبدأ منين؟ الموضوع بجد مش معقد، هو بس محتاج شوية خطوات بس كده، وشوية حماس وشغف وايه وستبس بسيطة نحطها لنفسنا. مش لازم نحط أهداف عظيمة عشان مش نحقق حاجة منها. أول حاجة تاني، أعرف الريسيرش انترست بتاعي. أسأل نفسي سؤال: إيه الحاجة اللي بتخليني متحمس؟ ايه التكنولوجيا، سواء بيئة او صحة، او حتى فكرة مجنونة جت في بالك. ممكن تبقى مجنونة بالنسبة لك، بس بالنسبة للناس، او مجنونة للناس عامة بس هي بجد مش مجنونة. اي فكرة في الدنيا دلوقتي هي عظيمة، كانت في الاول الناس مستغرباها يعني.
فاتس اوكي ان انت تبقى حاجه بالنسبه لك مجنونه يعني. بس لما تلاقي شغفك فيها هتكون على الاقل هبدا فيها يعني. هي دي الحاجه اللي في الاول هتحركك. الشغف بيحرك، بس الاستمراريه هي اللي بتجيب النهايه يعني. تاني حاجة هي ان انا اعمل strong foundation. مفيش حد بيبني يا جماعة برج من غير اساس قوي للبرج ده. لازم نتعلم الاساسيات كويس، لازم نقرا نفهم نجمع داتا، نفهم القواعد بتاعة العلم بتاعي. تالت حاجة ان انا انجيج مع الريسيرش كوميونتي. يعني تخيلوا كده انتوا قاعدين مع شلة صحاب كلكم عندهم نفس الهواية، بتشاركوا نفس بعض، بتسألوا، بتبادلوا افكار، بتشاركوا تجاربكم سوا. عندكم اوبن ان انتوا تدخلوا ناس عندها نفس الهوايات. فلكم ان تتخيلوا كميه التطور العقلي والمايند سيت. الصاحب بجد ساحب يعني. مش بس صاحب بقى ان انا هصاحب واخرج وبتاع، لا، صاحب في العلم وفي في البيزنس. بجد بجد بتفرق جامد. بحيث ان انت محتاج تبقوا انتوا الاثنين. لا، انت هتعمل كذا وانا هعمل كذا. طب انت بيديك فكره مختلفه وانت بتديك فكره مختلفه، تبداوا تطوروا على الافكار. حتى ما توصلوا لافكاركم بتبداوا تطوروا تتعلوا على بعض فيها. فالكومبيتيتيفنس في الحاجه دي بجد بتفرق. رابع حاجه هي الستارت سمول ويز بروجكتس. مش لازم نبدا بحاجه كبيره خالص. ممكن تجرب تعمل مشروع صغير، ستارت اب صغير، فكره بسيطه، حتى لو زي ما قلتها كتير بسيطه. على الاقل تطبق اللي انت قريته بامكانيات بسيطه، لان اوقات الامكانيات البسيطه هي اللي بتبقى الاختراع والاكتشاف. خامس حاجه ان انا اسيك المنتورشيب. ان انا يعني مفيش عبقري طالع من غير معلم ورا، او من غير منتور يعني. دي مش هنلاقيها. لازم تشوف حد فاهم وراك يساندك ويساعدك ويرشدك. لانه احنا مش مولودين عباقرة، وما عندناش الاكسبيرينس الكافيه. وحتى لو بقالنا سنه سنتين فدي مش اكسبيرينس مقارنه بحد بقاله 40 50 سنه يعني. فالنصيحه بجد هتوفر عليك وقت ومجهود وطاقه وفلوس، طبعا فلوس يعني. سادس حاجه هي ان انا ستيل ابديتد وادابت. ودي انا قلتها قبل كده. العالم